السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعلمكم طريقة التشوين الرمل، ازاي تطلع الرمل فوق بعضيها. بتعمل منزل كده او بتعمل مطلع وبتطلع عليه وبتفضي الرمل. انا النهاردة هوريكم الطريقة ازاي هتاخد من تحت رملة. لما بتيجي التريلا، هي التريلا دلوقتي مش موجودة، بس انا هاخد كام سكينة من تحت كده علشان اوريكم الطريقة ازاي. انا عملت المطلع اهو، وهاخد من تحت وودي فوق. تابعوا معي الشرح ان شاء الله، وهعلمكم كمان طريقة لو انا غرزت في الرملة اطلع ازاي، يعني اطلع الاول ولا اطلع الثاني، ولا ايه الطريقة اللي انا ممكن اطلع بيها. فتابع معي للاخر علشان تستفيد بكل حاجة. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. هنروح اهو. معلش انا بصور بايد والايد التانية بسوق بيها يعني، فسامحوني يعني. هتيجي تعبي السكينة بتاعتك، هتظبط السكينة اهو زي ما وريتكم، وهتخش كده اهو. هتخش وتلم. بعد كده هتلم السكينة، هتتعبى معاك على طول. تمام كده يا شباب، عبينا السكينة، هنطلع على المطلع. بس نصيحة يا اخواتي يعني، لو انت طالع على المطلع زي ده ما تطلعش على الغيار الاول، علشان الرملة تحتك. اللودر ده اصل الكتر بيلر، كوارينا سريعة شوي، فلو طلعت على الاول هيبقى تقيل معاك وممكن يغرز، فانت خليك على التاني عشان يبقى خفيف. تمام كده هنطلع اهو. انا عملت المطلع اهو، طالع فوق اهو زي ما انتم شايفين. هنفضي السكينة اهي زي ما انت شايف. تمام كده هنرجع اهو. تمام كده يا شباب، احنا شفنا طريقة المطلع ازاي بتيجي وبتاخد من تحت وبتفضي اهو. نرجع تاني، نرجع على المراية اهي. لازم انت وشغال بعد ما تعبي السكينة يا شباب ما تطلعش على الغيار الاول، عشان اللودر بيبقى العزم التقيل بتاعه وبيحمل معاك يعني. هوريك الطريقة الغير الاول تستخدمه فيه والغير الثاني تستخدمه فيه. الغير الاول هتستخدمه هو مثلا لو انت راح تعبيها اهو، هتعبي السكينة ترجع لورا اهو، لورا. وبعدين بعد ما انا رجعت لورا من الملونة دي ورجعت لورا ورفعت ودوس جاز، بعد كده هبتدي ألم وادوس جاز اهو. انا اهو بلم اهو. شايف السكينة اتملت معايا ازاي اهي. يبقى احنا عرفنا طريقة السكينة ازاي اهو. هنرجع نطلع تاني اهو. ده كده خليك على الغير التاني لو انت طالع، بالذات في الرملة. لو حاجة أرض صلبة تحتك وناشفة اطلع على الغيار الأول مفيش مشاكل، بس أرض زي كده رملة خليك على الغيار التاني. شوف اللودر اهو مش عايز يطلع بالعافية. لو اديت للغيار الأول أنا كده مش هيرضى، هيكلبش مكانه في الأرض، مش هيرضى يمشي.
دلوقتي انا يا شباب مثلا اهو مدي الغيار لورا وعايز ارجع مثلا، اللودر مش عايز مثلا يرجع معاه. هو دلوقتي ثواني هوريكم. نرفع بس شوية دول هوريكم الطريقة انا مستلعبه. معلش يا شباب. معلش يا شباب، انا عايز اللودر يغرز علشان اوريك تطلع ازاي. انا بس هي اخلي اللودر يغرز علشان اوريك تطلع ازاي. فرضنا اهو اللودر مثلا يا شباب غرز مني، انا مديه على الغير التاني اهو وبدوس الجاز اهو، مش عايز يمشي معايا، مش عايز يمشي معايا. اعمل انا ايه في الطريقة دي؟ افضل اعمل كده. بص اهو اعمل كده، شمال ويمين لحد ما يطلع معايا. او ممكن اخش خطوة قدام اهو وارجع تاني اهو. اديها واحدة شمال وواحدة يمين، واحدة شمال وواحدة. واحدة شمال وواحدة يمين. نزل السكينة برضو عشان الحمل يبقى تحت. نزل السكينة وترجع. واحدة يمين واحدة شمال كده علشان اللودر يطلع. شايفين يا شباب؟ هذا اللودر طلع معايا. هتفضل تديه كده شمال يمين وشمال وتدوس جاز يمين وشمال. ممكن تديه على الغيار الاول برضه، بس لو الارض كان سافة تحتك خليك على الغيار الثاني. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا انت لو غرزت هتعمل ايه؟ لو غرزت مثلا هتاخد يمين وشمال اهو المطلع. لو واحد يعني مثلا صاحب شغل قال لك اعمل لي مطلع كده واطلع لي عليه فوق رملة فوق، هذا المطلع. انا عملت المطلع اهو. هعدلكم سكينة تاني برضه. هتظبط السكينة بتاعتك، تبدي الغير الأول اهو وتخش تفضل ترفع معك بالشكل. هتروح مستني بعد كده الملونة اللي جنبها دي تاخدها لورا وتخش وتدوس جاز اهو مالت معاي السكينة. نرجع لورا
وانت وماشي حاول تنزل السكينة شوية كده على الأرض يعني، ما تخليهاش مرفوعة لفوق يعني. نعم. انت وماشي على الأرض. شايفين ده المطلع يا شباب، تعمل مطلع عليه وتطلع لفوق تفضله. لو كان في رملة كمية جاية لك يعني ولا حاجة. يبقى انت لو غرست هتعمل ايه؟ عرفت هتعمل ايه يا شباب؟ هتطلع على الغيار التاني وتفضل تدي شمال ويمين علشان اللودر يطلع معك. نرجع لورا اهو يا شباب شايفين. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تقول لي رأيك ايه في التعليقات، تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.